بتاعها كام قطعة؟ 12 قطعة. السيري بتاع الجنس 12 قطعة. بيبتدي من مقاس كام لحد كام؟ من 29 ل 38. من 29 من مقاس 29 لمقاس 38. 12 قطعة. هنا المنطقة كل الشوارع، احنا كده دخلنا على منطقة المولات، هي اللي في وشنا دي. دي كده احنا خلاص بقى اللي هو جملة صافي بقى، مش هتلاقي ولا أي حد بيبيع قطاعي أبدا أبدا. كل بصوا الجاكيت حاجة تهمة بصراحة، تحس إنه جاكيتين فوق بعض لكن هو جاكيت واحد. في المول ده مثلا، طبعا المنطقة دي مليانة مولات كلها مولات، وكل الشوارع دي كمان فيها مولات. السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده موجودين في منطقة مرتر، هنوريكم سوق الجملة بتاع الملابس في اسطنبول. جميع انواع الملابس، ملابس الرجال، السيدات، الاطفال، كلهم موجودين في منطقة مرتر ومنطقة زيتونبورنو. احنا دلوقتي حاليا موجودين عند محطة متروبوس زيتونبورنو، وكمان لو بصينا هناك كده هنلاقي فيه محطة مترو زيتونبورنو، وجنبها كمان محطة الترامفاي في الاتجاه ده كده. دي محطة المترو وجنبها محطة الترامفاي. المواصلات هنا ممتازة، يعني طريقة الوصول لهنا سهلة جدا. لو انت جاي مثلا من أكسراي ممكن تركب المترو وتنزل محطة زيتونبورنو وتمشي على الجسر اللي احنا واقفين عليه ده، وتمشي معانا زي ما احنا هنوري لكم في الفيديو دلوقتي. لو انت كمان جاي من منطقة مثلا السلطان احمد ممكن تركب الترامفاي وتنزل محطة جيفيزلي با، ومن جيفيزلي با تركب المتروبوس. هنكتب لكم كل ده بالتفصيل، طريقة الوصول بالتفصيل في صندوق الوصف. والفيديو ده هنوري لكم سوق الملابس الجملة، وازاي ان التجار من كل انحاء العالم بتيجي هنا عشان تشتري الملابس وبتشحنها، وفي شركات شحن وفي كل حاجة لجميع انحاء العالم. منطقة مرتر منطقة كبيرة وممتدة، وفيها جميع انواع المواصلات ومتقسمة بقى. يعني لو انت مثلا عند جايب الترامفاي هتلاقي المنطقة اللي هي محطة اكشام ستن ومحطة مركز افندي ومحطة مثلا مدحت باشا. هتلاقي المنطقة دي كلها فيها اسواق قماش كتير وستاير كتير جدا متركزة كلها في المنطقة دي. جملة طبعا، جميع انواع القماش طبعا بتاع كل حاجة، القماش السواري والقماش العادي وكل حاجة. ده لو انت جايب الترامفاي على زيتونبورنو. لو انت مهتم بشراء الملابس الجملة هتمشي زي ما احنا ماشيين دلوقتي عشان تدخل الشارع اللي هيقابلنا في الوش ده وتشوف اسواق الجملة عاملة ازاي، ونوريكم بالظبط ازاي التجار من كل انحاء العالم بتيجي تشتري من هنا وتشحن بكل سهولة. شركات الشحن منتشرة ومتوفرة جدا. الشارع كمان اللي احنا داخلينه ده تحديدا فيه قطاعي كمان، هو مش بس جملة، هو كمان فيه قطاعي. الجملة طبعا اللي بيشتري جملة بيشتري حاجة اسمها سيري اللي هي زي دستة مثلا بالمصري، والدستة بتختلف. يعني مثلا لو بتشتري جواكت بتلاقيها مثلا 5 قطع، عشان تشتري جاكيت جملة بتشتريه 5 قطع اللي هم ال5 مقاسات، يعني سمول ميديوم لارج اكس لارج اكس اكس لارج مثلا. لو بتشتري جينز بتشتري السيري بتاعته 12 قطعة مثلا. يعني كل حاجة ولها عدد القطع الحد الأدنى بتاعها. ده لو انت بتشتري طبعا جملة فلازم تشتري السيري على بعضها. تمام. احنا دخلنا الشارع اهو، ده احنا دخلنا من عند محطة جايين من على الكوبري اللي هناك ده، ودخلنا الشارع اللي في وشنا هو ده اسمه. وادي محطة المتروبوس والترام والترامفاي كلهم ورا بعض.
واحنا دخلنا الشارع ده كده هنلاقي الشارع ده فيه قطاعي، وهنلاقي فيه كمان جملة، في كمان طبعا مولات بقى كاملة على بعضها ما بيبقاش فيها قطاعي ابدا. الشارع ده منه شارع يعني وقريب من المواصلات، فتلاقي فيه شوية قطاعي زي ما احنا شايفين الناحية التانية كده. تعالوا نعدي الناحية التانية مثلا نوريكم المحل اللي هناك ده اهو، ده بيبيع قطاعي مثلا بأسعار كويسة برضه، معقولة يعني إلى حد ما. طبعا احنا عارفين ان الدولار 18.70 اهو، ده مثلا 600، ده 700. دي حاجات كلها قطاعي فيهاش بقى ريحة الجملة ولا حاجة. احنا ماشيين بس في الشارع كده في الأول، في حاجات ب50، في حاجات ب100، 200، 300. ده كله ايه شغل قطاعي، حتى هو ما عندوش جملة، بس أسعاره إلى حد ما أحسن من أماكن تانية برضه. الدنيا بس كانت بتمطر فحاطين مغطيين المانيكانات كلها عشان المطر. طبعا اللي عايز يجي يشتري هنا من مرتر يستحسن، يعني افضل شيء ان هو يجي بنفسه الاول، يلف لفته وياخد فكره ويشوف الخامات اللي هتعجبه والاسعار اللي هتعجبه، ويبقى عنده تاجر واثنين وثلاثه يبقى هم دول الموردين بتوعه، يبقى واثق فيهم واثق في حاجتهم، ويتفق مع شركه شحن. بعد كده ممكن ما يجيش تاني خالص، يبقى كله بالتليفون. عندك تاجر هنا ثقة تتعامل معاه وجبت منه قبل كده، وعندك شركة الشحن بتاعتك اللي بتشحن لك، فبتبتدي التعامل كله يبقى من خلال التليفون من غير ما تيجي تركيا خالص. تحول الفلوس وهم يشحنوا لك اللي انت عايزه، على يودوه على شركة الشحن هنا، وشركة الشحن تبعت لك على بلدك. ده الموضوع بيمشي كده يعني. لكن انت بما ان لو حد لسه عايز يبتدي تجاره وما جاش هنا قبل كده، فيستحسن ما يعملش الموضوع ده اول مره كده لوحده، عشان ما يبقاش ايه ممكن يتنصب عليه. يعني يكمن هو اول مره يتنصب عليه في سعر، يتنصب عليه في خامه، يتنصب عليه في اتفاق ويجي له حاجه تانية خالص يعني. فالافضل ان هو يجي بنفسه يشوف. المولات طبعا هنا هي قدام شويه في اخر الشارع ده تقريبا، هتلاقوا منطقه كلها مولات فيها كل انواع الملابس، رجالي نسائي اطفالي، كل حاجه موجوده. بس طبعا المولات دي ما بيبقاش فيها بقى قطاعي خالص، بيبقى كله جمله. او ده مثلا حاطط حاجات جمله اهو، حريمي. وده كمان الحاجات دي كلها جمله برضو. طبعا في حاجات شعبيه، يعني انا ملاحظ ان هنا الاذواق شعبيه شويه، وفي حاجات فاخره، في حاجات متوسطه، يعني في جميع الدرجات والاسعار موجوده هنا، من اول الشعبي لحد الفاخر جدا والهاي كوبي. كل حاجه موجوده وكل حاجه لها سعرها. المنطقه دي طبعا شغاله كويس جدا طول السنه، متبطلش ابدا، ولا صيف ولا شتاء، شغل طول السنه ما شاء الله، تصدير على اعلى مستوى. يمكن المنطقه دي اصلا يعني بتشكل حجم كبير من الصادرات التركيه، او نسبه كبيره من الصادرات التركيه، لان طبعا تركيا مشهوره بالملابس، وكل الناس في جميع انحاء العالم وكل التجار بيحبوا يجوا يجيبوا من هنا، لان طبعا هنا طبعا الاسعار
رخيصة جدا، الخامات والتصميمات والأذواق عالية جدا، ومتفاوتة من الشعبي للحاجات الفاخرة كمان. وطبعا بعد ما الدولار بقى غالي والليرة قلت سعرها، فبقت أسعار المنتج التركي منافسة جدا، إن الناس تشتري من تركيا وتبيع في بلدها بسعر كويس، فالمنتج يتباع أكتر، فبالتالي تركيا تتصدر أكتر. كل الشوارع اللي احنا ماشيين فيها دي يمين وشمال كلها محلات ومولات، وكل حاجة بتتباع وكل حاجة موجودة، كل حاجة متوفرة. كل المحلات اللي في الشارع ده كله كاتب جملة وقطاعي، عايز جملة ماشي، عايز قطاعي ماشي. السلام عليكم. kolay gelsin. Toptan fiyatı nasıl? Abi o toptan 220. 220 ايه؟ ليرة؟ انت ما بتقولش دولار ليه؟ ما كل الناس بتقول دولار. ده جملته 220. والسيري كام السيري كام قطعة؟ Abi 12 dolar falan. 12 دولار تقريبا. السيري كام قطعة؟ 5 small medium large slider. والسيري 5 قطع بتاعته. جملته 12 دولار. ألف شكر حبيب، هلا فيك. ده طبعا الناس اللي بتقف في الشوارع دي، وبالذات في الشارع اللي في الأول اللي قريب من محطة المترو والميكروباص والترام، يعني أعتقد إن هم معتمدين على موضوع إن هم بيبيعوا قطاعي أكتر. إن هو يعني بيقول لي السعر بالليرة، هو ده مش شغل مش شغل محترف بالنسبة للناس اللي بتبيع جملة. يعني جملة أنت تسأل السعر يقول لك على طول بالدولار، ما يجيبلكش سيرة الليرة أبدا. يقول لك 12 دولار 10 دولار 5 دولار 20 دولار، ما يجيبش سيرة الليرة أبدا. تعالوا نشوف الحاجات دي جميلة قوي. السلام عليكم. kolay gelsin. عربيات وحاجات كده تحفة أنتيك معمولة باليد. شكلها جميل قوي، معمولة من الخشب. موتوسيكل كمان، موتوسيكلات. ده احنا لقينا الراجل الطيب ده واقف بيبيع الحاجات دي. Ne kadar? 200. ده 200 ليرة اللي هو الموتوسيكل ده. وده ب 150. وده 250 الموتوسيكل الكبير ده. وده الموتوسيكل اللي بقى الكبير جدا ده ب 450. حاجات جميلة. Teşekkürler. Hayırlı işler olsun. Teşekkürler. ده راجل كده سريح يعني، واقف بيبيع الحاجات دي على جنب كده، فالحاجات عجبتني فحبيت اساله. زي ما احنا شايفين طبعا هنا كل الحاجات معظمها في الشارع ده قطاعي اكتر منها جمله. في المقاسات بقى اللي هي الكبيره جدا، اللي هي شوفي كام اكس، 4 اكس، بصوا عامله ازاي. في هنا محلات مخصوص للمقاسات الكبيره، زي المحل ده اعتقد اهو حاطط ان هو عنده 18 اكس. بصوا عامل ازاي البنطلون، عامل ازاي ما شاء الله. يعني الناس اللي هي 4 اكس هيلاقوا برضو لبسهم عادي. اطفال برضو اهو. منطقة جميلة، منطقة مارتر، واعتقد انها واخدة شهرة عالمية دلوقتي. يعني اعتقد كل التجار اللي في الدنيا بتوع الملابس اعتقد ان هم عارفين منطقة مارتر، او على الاقل سمعوا عنها. وان شاء الله الفيديو ده يعني يساعدهم في انهم لو اول مرة يجوا تركيا يقدروا يستفيدوا من الفيديو ده في انهم ازاي يروحوا منطقة مارتر وازاي يشتروا.
وطبعا هنديكم فكره عن الاسعار حاليا. احنا النهارده 29/11/2022 والدولار النهارده ب 18.70 تقريبا. يعني قولوا مثلا الدولار 20 عشان لما نيجي نحسب حاجه مثلا نقول مثلا ب 10 دولار يبقى كده خلاص انتوا عرفتوا ان دي مثلا 200 ليره. او كل واحد يحسب بعمله بلده بقى. يعني احنا هنقول بالدولار وكل واحد يعرف عمله بلده ايه ويضرب بقى على حسب الدولار بكام بقى. بكام في ليبيا، بكام في العراق، بكام في سوريا، بكام في مصر، بكام في اي مكان. المحلات اهي يمين وشمال طول ما احنا ماشيين. اهي كل ده جملة برضو. الناس كلها متسوقة وشايلة. في هنا كمان شنط سفر، بيبيعوا شنط سفر. اعتقد برضو الاسعار كويسة. ادي الصرافات اهو. الدولار بكام؟ 18.66 قرش النهارده. الدنيا ابتدت تمطر اكتر شوية. كل الاذواق تلاقوها هنا، لان طبعا هم بيراعوا ان العالم كله بيشتري منهم، فبيعملوا الذوق بتاع كل منطقه. الناس بتوع افريقيا لهم ذوق معين بيعملوا لهم حاجات معينه. الناس بتوع المغرب العربي لهم ذوق معين بيعملوا لهم حاجات معينه. الناس يعني كل منطقه او كل دوله بيبقى لها اتجاه معين واذواق معينه وستايلات معينه، فبيعملوا لها الاذواق بتاعتها. اه 60% اندرم، ده عامل 60% تخفيض. هنا المنطقة كل الشوارع، احنا كده دخلنا على منطقة المولات هي اللي في وشنا دي. دي كده احنا خلاص بقى اللي هو جملة صافي بقى، مش هتلاقي ولا اي حد بيبيع قطاعي ابدا ابدا. كل الناس كده مجرد ما نعدي الشارع ده هيبقى كده خلاص كله جملة، مفيش قطاعي خالص. ننسى بقى موضوع القطاعي وكده جملة بس. اهو مول اهو. هندخل المول ده نشوفه، مارتر افيمي. وكل الشوارع اللي نازلة دي واللي قدامنا واللي على الناصية والشارع اللي في وشنا ده كل ده مولات. كل المنطقة اللي حوالينا مولات. فاللي يجي بقى يلف براحته خالص وياخد كروت المكان اللي يعجبه عشان يعرف يرجع له تاني، لان كله شبه بعضه، وغالبا لو ما خدش كارت مش هيعرف يرجع تاني للمكان اللي اتفق فيه على سعر مثلا معين او عجبته فيه حاجة معينة. تعالوا نعدي ونروح ندخل المول اللي هناك ده ونشوف. تعالوا مثلا نشوف المول ده، ندخل جوه ونشوف الاسعار عامله ايه والمحلات بتعرض ايه بالظبط. İnşallah yani bir şey kötü bir şey yok inşallah yani. Öyle bir gelse de hemen sana haber veririm. Orada var dedi gelir olması lazım da orada. طبعا هو المول اكتر من دور. ده مثلا جينز اهو، جنسات. جواكت
طبعا كله جملة. السلام عليكم. قراءة جلسة. دي كلها حاجات جملة زي كده مثلا. Fiyatlar nasıl? Toptan fiyatlar Onlar 12 dolar. 12 dolar. Evet. Bunlar battaldı 12,5. Battal. دول ب 12.5 دولار تقريبا. Ha, bunlar big size. اه بطل اللي هو بيج سايز يعني مقاس كبير، في مقاسات كبيرة جدا. Bir de skinny normal 10 اه وده اللي هي المقاسات العادية المتداولة ب10.5. في حاجات زي كده، في طبعا مقطع وفي مش مقطع. القطعة ب10.5. جاكيت ne kadar? kadar. Kaç? 13. 13. الجاكيت الجينز جملته 13. سيري kaç tane? 6 tane. 6 tane. Small, medium, large, X large. اه السيري بتاعته 6 قطع من اول سمول لحد اكس لارج. لازم طبعا عشان لازم تاخد الايه السيري على بعضها. ده ب 13 والجنس ب 10. Teşekkürler. Kolay gelsin. الحل ده اذواقه حلوه. ده حاطط جواكت. تعالوا نشوف. السلام عليكم. kolay gelsin. Hoş bulduk. دي حاجات جلد بس شكلها مش جلد طبيعي يعني. هنسأله دلوقتي نشوفها جلد طبيعي ولا لأ. Bu hakiki değil mi? حقيقي ديل. ده طبعا مش جلد طبيعي. Fiyatlar nasıl? Toptan fiyatı 40 dolar. سري kaç tane? 8 tane. السري بتاعته 8 قطع. مصر. nasıl biliyorsun? مصر بعرف احكيك عربي معك. انت سوري بقى. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. في عندكم جلد طبيعي؟ لا مفيش جلد طبيعي، صناعي بس. بس خام ممتاز يعني. وبقيت الاسعار ايه؟ الجنس ده مثلا اسعاره عامله ازاي؟ 16 مش غالي شويه؟ في حاجات ب10 و7 وحاجات كده. انا كل قطعه لها كلفتها يعني. دي بكام مثلا؟ 15 دولار. 15 دولار. والسيري بتاعها كام قطعه؟ 12 قطعه. السيري بتاع الجنس 12 قطعه. فردون الجزائر. بيبتدي من مقاس كام لحد كام؟ من 29 ل 38. من 29 من مقاس 29 لمقاس 38. 12 قطعه. ودول مثلا جملتهم كام؟ هذول 13 دولار. ودول جملتهم 13 دولار. القمصان دي خامتها حلوه بتدفي، وفي الوان كتير. والسيري بتاع دي كام قطعه؟ 8. والسيري بتاع دي 8 قطع، اللي هو طبعا بادئ من سمول وواصل لحد اكس لارج. وفي مثلا دول اللي هم ناعمين جدا من جوه، بيدفوا برضو، فيهم وبره كده من جوه. سويت شيرت كده حلو تقيل. عم يسألك اذا ما فيها غلبه معلم بلا زحمه عليك، اساله على ايفون 14 برو ماكس 128 عرض. شكلها جميل والله وخامتها حلو. Ne kadar bu? 16. دي ب 16. سيري 8 برشا؟ خامتهم حلوة برضو، حاجات جميلة.
تمام، الف شكر. شكرا يا صديقي حبيبي، اهلا وسهلا بيك. في ده مثلا جواكت حريمي ورجالي. بصوا الجاكيت حاجة تهمة بصراحة، تحس انه جاكيتين فوق بعض لكن هو جاكيت واحد. هو جاكيت واحد بس حاجة ايه ما شاء الله، يعني جودة غير طبيعية. Kolay gelsin. Eyvallah. Fiyatlar nasıl? Onlar 55 dolar abi. 55. غالي ده. بيقول لي ده $55 جملته. سري كاتش تانا 5 tane. بيش تانا. السري بتاعته 5 قطع. سمول باشليو، سمول ميديوم لارج، اكس لارج كي اكس لارج. 5 قطع $55 بس حاجة ما شاء الله يعني بصراحة. هو ده بتاع جواكت بقى. في بقى جواكت اللي هي حاجات خفيفة زي كده، دي حاجات خفيفة قوي، خامات مختلفة. وفي حاجات حريمي، ده حريمي اهو. واللارني كدر 55 dolar abi o da. اين اللي بش. Aynen. ده كمان $55 حريمي قصير، حلو برضو. مولار O 35. ده Taraflı. ده بيتلبس وش وظهر. 35 بيتلبس على وشه وعلى ظهره، يعني تقلبه تلبسه الناحية دي مرة تلبسه الناحية دي مرة اهو. ده باين هنا عشان ده مفتوح اهو. 35 ده ممكن تلبسه على الناحية اللي جوه وممكن تلبسه على الناحية اللي بره. Beş برشا değil mi? Beş برشا. Tamam teşekkürler. Hayırlı işler. احنا كده خدنا فكرة عن الجواكت، عن الجينز، عن شوية قمصان. طبعا الناس زي ما انتم شايفين كده دي حاجات كلها هتتشحن. بصوا طبعا التصدير في تركيا السنة دي شدت حلو جدا ما شاء الله، لان الاسعار رخيصة قوي بما ان الليرة نزلت يعني. وفي تصدير لكل الدول، كل الدول بتيجي تاخد من تركيا باسعار كويسة. طبعا هنا في مولات كتير. بصوا السيريهات محطوطة ازاي، بتبقى بالشكل ده. كل الدول بتيجي تاخد من هنا، بتوع العراق بياخدوا من هنا، ايران بتاخد من هنا، سوريا بتاخد من هنا، السعودية بتاخد من هنا، الجزائر، المغرب، مصر، كله بياخد من هنا. السلام عليكم. في الحاجات دي كات اهي، شكلها حلو برضو الجواكت دي. في حركة وفي بيع، كل المحلات ما شاء الله شغالة. كل الحاجات دي جاهزة على الشحن. كل دي حاجات جاهزة على الشحن. في هنا طبعا شركات شحن بتوصل لجميع الدول، بس طبعا لازم بتيجي بنفسك تطمن على الخامة وتطمن على المواصفات وتتفق مع شركة الشحن أول مرة وتشوف التجار اللي هتشتري منهم. بعد كده ممكن ما تجيش، يبقى كله بالتليفون بقى وتحويلات بنكية وكده. كل دي حاجات رايحة تتشحن. تتصل بالتاجر بعد كده اللي انت جربته واللي انت جربت خامته،
تقول له والله اشحن لي عدد كذا من الموديل الفلاني وعدد كذا من الموديل الفلاني، وشركة الشحن اللي انا بتعامل معاها اسمها كذا، هو يشحن لك ويبعت على شركة الشحن وتتفق معاها تحاسبه ازاي، والموضوع بيمشي بسلاسة يعني. بس طبعا اول مرة تيجي بنفسك احسن عشان تضمن ان انت ما يبقاش فيه يعني ايه تلاعب في الموضوع ولا غش ولا كده، تاخد الخامة اللي انت عايزها وتبقى مطمن لحاجتك كويس جدا. هنطلع الدور التاني في المول ده. طبعا في مئات المولات، مئات، انا مش ببالغ خالص، في مئات المولات اللي زي كده هنا في منطقة مرتر وزيتين بورنو. زي ما احنا قلنا هما الاتنين يعتبروا منطقة واحدة يعني، لازقين في بعض، وفيهم بقى كل ما يتعلق بالملابس والقماش والستاير والمفروشات، ويعني كل حاجة موجودة. بصوا ده مثلا السلام عليكم، كلها جالسة. شكرا، ألف شكر حبيبي. سعرها كام ده؟ 11 دولار. 11 دولار. السيري كام قطعة؟ هذا 4 قطعة. 4 قطع السيري بتاعتها. في هذا البطل 13 دولار. البطل اللي هو مقاس كبير جدا يعني 13 دولار. 4 قطع السيري بتاعته. وفي برضو عنده جواكت، في عنده بلوفرات اهي، بلوفرات بكم. هنشوف ده سعره كام دلوقتي، واللي جنبه ده كمان سعره كام. خامته تحفة يا جماعة، خامته تحفة بصراحة، الخامة تحفة. هي الإضاءة بس ممكن تكون مش مبينة اللون شوية، الإضاءة صفرة وهو لونه أزرق على فكرة، بس هو مش نفس اللي طالع في الكاميرا خالص يعني، الإضاءة مغيرة لونه. ده كله سويت شيرتات زي كده، وفي بقى جواكت خفيفة، جيليهات خفيفة، دي كلها حاجات خفيفة اهي. وتيشيرتات كمان بكم، دي حاجات خريفي كده بكم، عليها تومي اهي. عنده حاجات حلوة ما شاء الله. سيري 5 ميديوم ne kadar abi؟ 14 دولار. 14 دولار. وده 13 دولار. حاجات جميلة بصراحة. احنا طبعا بناخد فكرة عشان نسأل على كل الأسعار. المهم اللي يجي هنا ايه هيلاقي كل حاجة موجودة وكل الأسعار كلها جالسة هي الاشلاء. Ne kadar bu? Abi o 14 dolar abicim. 14 ده ب 14. السيري كاتش تانا؟ Seri 4. 4. السيري بتاعته 4 قطع. Medium large, X large, double X large. ميديوم لارج اكس لارج، ميديوم لارج اكس لارج دبل اكس لارج. 4 قطع. كلها جالسة هي الاشلاء. شكرا. في بقى ايه سويت شيرتات اهو عليها علامة نايك. تحفة بصراحة، تحفة. بصوا السلام عليكم. ده بكام لو سمحت؟ لا عايزين جملة يعني. 30 دولار. السيري كام قطعة؟ سيري 5. السيري 5 قطع. ولو بفاتورة؟ حسب نص فاتورة ولا فاتورة كاملة ولا ايه؟ طب يعني اشرح لنا ممكن نص فاتورة يعني ايه وفاتورة كاملة يعني ايه؟ فاتورة هي الضريبة اللي تاخدها الدولة.
طيب قول لنا نص فاتوره يعني ايه وفاتوره كامله يعني ايه؟ ممكن بس نصور. ماشي ما نشوف. النص فاتوره هي تجي ياخذها الجمرك، تكون حسب اتفاقيتك انت والكارغو. النص فاتوره ممكن يجي 4% من المبلغ الاجمالي. الفاتوره الكامله تجي 8%. 8%. نعم. تمام. بس على اي حال هتطلع من البلد مش هيبقى فيها مشكله سواء نص فاتوره او فاتوره كامله. حتى الكارغوات بتوصل لك البضاعه مخلصه من الجمرك ومخلصه من كل شيء. مخلصه من كل حاجه. أيوه. طيب على راسي. اهلا وسهلا. شكرا الف شكر. اهلا وسهلا فيك. زي ما انتم شفتوا كده في اهو في حاجه اسمها نص فاتوره وفي حاجه اسمها فاتوره كامله وفي من غير ايه فاتوره خالص. الحاجات جاهزه على الشحن اهي. في حاجات حريمي كمان. ده حريمي كله. Bunun siyah gelmemiş de bunu siyahına getirir misin gereken? دي كلها حاجات حريمي. كلها جاهزة. Eyvallah, hoş geldin. Hoş bulduk. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar 10 dolar. Kaç? 10 dolar. 10 dolar. Sivitler 10 dolar. Seri kaç tane? 20 dolar. Seri 5 tane. 5 tane. Small, medium, large, X large, XX large. 7 renk. من أول سمول لحد إكس لارج. 7 renk. 10 دولار. Bu ayrıymış. Bunun 3 renk yani. Aynen öyle. حلو جدا. Elizabeth falan hiç takamıyorum. Ahmar koyu. امم Kol 7 alon. 7 ألوان موجودين. ودول طقم بونلار طقم Takım. طقم Yine yedi إكي renk. برشا. 2 parça pantolon. Alt, üst. ده بنطلون كده يعني. ده 20 دولار. سري بيش برشا. Evet 5 yine. جميل جدا. Ne zannettik? Gittik mi? Yok buradasınız. Ben görüyordum sizi ya. حاجات جميلة وأسعار كويسة. ده برضو جنسات اهو. قمصان جنس، بنطلونات، في قمصان عادية. كل حاجة موجودة، مفيش أي حاجة مش موجودة. السلام عليكم. Fiyatlar nasıl? 16 16. سيري كاتش برشا؟ دي السيري بتاعته 5 قطع ب 16 دولار. جاكيت جينز وفرو من جوه وحاجة آخر عظمة. وفي كل الألوان دي، كل الألوان دي موجودة. وفي القمصان دي بولارني كده 16. دي حاجة بقى يا جماعة ايه، بصوا تحفة تحفة. سري بيش برشا ما؟ السري بتاعته 5 قطع. بصوا الألوان عاملة ازاي والخامة عاملة ازاي. ده بأونالتي يعني ب 16 يعني. حلو جدا. ده بقى العادي اللي هو مفيش فرق فيه جوه يعني. كده ده ب 13. بيش برشا. Teşekkürler, hayırlı işler. فزي ما احنا شايفين كل حاجة موجودة هنا. بقى الحاجات بتاعت الناس اللي هم يعني ممكن يكونوا بقى فنانين او بتوع بيعملوا عروض او حاجة، بيلبسوا بنطلونات بالشكل ده يعني. كل حاجة موجودة، كل حاجة موجودة. هننزل بقى تحت، نكتفي بهذا القدر في المول ده ونشوف مكان تاني. احنا كده خرجنا من المول.
اعتقد ان احنا يعني ايه الفيديو كده برضو يعتبر فيه معلومات كويسة، واعتقد ان هو ان شاء الله هيساعد اي حد جاي بشكل كبير. احنا قلنا الاسعار دلوقتي عاملة ازاي في الوقت اللي احنا فيه تحديدا، يعني يعتبر ده اخر تحديث للاسعار، وبقية المولات كلها شبه اللي احنا دخلناه، كله نفس الفكرة وكله مولات. فنكتفي بهذا القدر عشان ما نطولش عليكم. بنشكركم. ما تنسوش طبعا تدعمونا وتعملوا اشتراك في القناة من فضلكم، تفعلوا زر الجرس وتعملوا اعجاب لو سمحتوا من فضلكم. واللي فضل لحد دلوقتي طبعا وشاف الفيديو واستمتع بيه احنا بنشكره جدا، وان شاء الله استنونا في فيديوهات تانية كتير. وتحياتي ليكم من اسطنبول ومن مارتر، اكبر سوق جملة يمكن في الارض للملابس. تحياتي ليكم، محمد سالم. السلام عليكم.